Salut tout le monde, avec vous, Monsieur Mohamed Zanati, l'orienteur de français au département de جبين. Je vais d'abord vous féliciter pour la nouvelle année scolaire. معكم Monsieur Mohamed Zanati, موجه اللغة الفرنسية بجبين. أحب أن أنا أهنيكم الأول بالعام الدراسي الجديد. Ensuite, je vais féliciter mes chers élèves, le premier au bac. Surtout Oussama Youssef Nassar, c'est le 4e au bac. Je vais le féliciter beaucoup. ثانيا أحب أن أنا أهني الطلبة الأوائل في الثانوية العامة وخصوصا أسامة نصار رابع جمهورية. ألف مليون مبروك يا أسامة، تعبت وربنا أكرمك فخر. بعد كده أحب أعرفكم بالشغل الجديد السنة دي عشان يبقى مختلف عن السنة اللي فاتت. السنة دي إن شاء الله يبقى عندنا شغل أونلاين وأوفلاين كمان مع الطلبة بتوعي، وأونلاين لكل الطلبة على مستوى الجمهورية على منصة EB Edu. وكمان من خلال المنصة دي هنبتدي نتعامل مع كل أشكال الأسئلة والامتحانات، وهيكون في شرح وكمان امتحانات إلكترونيك تقييم، وبيبقى فيه كمان زي ورشة عمل كده مع بعض على النت، نشوف أنت عايز تسأل عن إيه أجاوبك إيه مباشرة معاك يعني. تمام. وهنمسك مع بعض كده الامتحان ونبتدي نفصص مع بعض الامتحان وإزاي نتعامل مع كل جزئية باحترافية كاملة في الامتحان. هنشوف دايما مثلا أولا الكومبرونسيون، قطعة الفهم ازاي نتعامل معاها، ازاي حتى لو قابلني كلمه او كلمتين مش عارفهم ازاي اتغاضى عن الكلام ده. هنشوف السؤال الاولاني دايما في القطعه هيسال عن ايه، ابقى عارف السؤال بيسال عن ايه، فكره عامه للقطعه ولا بيسال عن ايه بالظبط. في اجابات هتبقى صريحه في القطعه، في اجابات محتاجه استنتاج من الطالب. السؤال الثاني يتعامل ازاي مع سيتياسيون اللي هي المواقف الحياتيه، ازاي نتعامل معاها وازاي نختار الاجابه الصحيحه. بالنسبه للجرامير مش هنتكلم فيه كتير لان هيتشرح بالتفصيل الممل، كل تريكات المنهج، كل الحاجات اللي ممكن تخطر على بالنا تيجي في الامتحان او ممكن ما تخطرش على بالنا تيجي في الامتحان برضه هناخدها بعد الجرامير ونعرف كل الحاجات اللي احنا هنعرفها في الجرامير. هيبقى ورانا بعد كده اللي هو السؤال بتاع الايميل، ازاي اجاوب على الايميل باحترافيه كامله، ازاي اخد الدرجه كامله غصب عن المصحح، مش مستني ان هو يجب عليا بدرجه ولا حاجه، لا انا هاخد الدرجه النهائيه غصب عنه، او يعني هو مش عارف ينقصني ازاي بالنسبه ان انا اجاوب على اسئله الايميل ازاي. بالنسبه للسوجي اللي في الاخر الموضوع ازاي برضه هنتدرب ازاي نكتب سوجي، مش شرط ان احنا نبقى حافظين السوجي. انا طول السنه بحفظ في كلمات جديده وبحفظ ايه وبشتغل جرامير، ازاي اكون الجمله مظبوط. هو الراجل محتاج مني 5-6 جمل مظبوطين في امتحان اخر السنه، ازاي انا ما اقدرش كطالب ثانويه عامه ان انا اكتب 5-6 جمل صح. مش محتاج ان انا اقعد احفظ الموضوعات بتاعت السنه، بحيث ان هو لو احنا اتفاجئنا بموضوع مختلف اعرف اكتب فيه ده ايه بكل بساطه. ازاي نتدرب على الموضوع ده، ازاي يبقى مثلا في مقدمه للموضوع، ازاي ان انا اختم الموضوع ازاي، بحيث ان انا جزء المقالي ده مهم جدا في امتحان ثانويه عامه. هو بصراحه اللي بقى يفرق الطالب الشاطر مش شاطر، مش مجرد اللي هو الشوازير الاختياري والبابل شيت لا قدر احد يكتبه كده باي حاجه، لكن المقالي محتاج طالب فاهم. تمام. احنا لا نامن شيء في الامتحان، وده اللي دايما بيخلينا ان احنا في الصداره دايما، ودايما معانا الاوائل. 2018 محمود الشبلانجي، 2021 محمود جعفر، وادي كمان 23 اسامه نصار. دايما الاوائل لانك بتاخد كل حاجه في المنهج بتفاصيلها، مفيش حاجه اسمها الجزئيه دي ما تجيش في الامتحان، تعرفها تيجي ما تجيش مش مشكلتنا، المهم ان انت تبقى ايه، تبقى عارف. في النهايه بتمنى لكم كل التوفيق طبعا السنه دي، ويكون عام سعيد عليكم مليء بالنجاح. Je vous souhaite un avenir plein de succès, plein de bonheur. À la prochaine.